سالي أفو. درس اليوم هنتكلم فيه عن المحددات ليه ديترمينو، ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش انك تضغط لايك وتعمل متابعة للقناة. المحددات في اللغة الفرنسية 5 اللي هم: أول محدد معانا les articles indéfinis، تعني أدوات النكرة. تاني محدد معانا les articles définis، أدوات المعرفة. تالت محدد معانا les adjectifs démonstratifs، وتعني صفات الإشارة. رابع محدد les adjectifs possessifs، صفات الملكية. وآخر محدد معانا les articles partitifs، أدوات التجزئة. طبعا لو انت متابع معانا هتعرف ان ال5 محددات احنا شارحينهم قبل كده بالتفصيل، ولكن كل محدد ليه فيديو خاص بيه، يعني ال5 فيديوهات موجودين على الصفحة، ولكن اليوم هنجمعهم في فيديو واحد علشان لو انت حابب تذاكرهم نختصر عليك الطريق وما تدورش كتير. وأول محدد معانا واللي هنبدأ بيه اليوم أدوات النكرة les articles indéfinis. أدوات النكرة عندي 3 أدوات، وأول أداة معانا وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر، يعني يشترط إن الكلمة عندي تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة. مثال: كلمة ليفر معناها كتاب، اتوفر فيها الشرطين: أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي كلمة مذكرة. إذا لو طلب مني أختار أداة نكرة هختار أداة النكرة تاني أداة نكرة معانا إن وظيفتها تسبق الاسم المفرد المؤنث، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن الكلمة تكون مؤنثة. مثال: كلمة voiture معناها سيارة، توفر فيها الشرطين: أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي كلمة مؤنثة. إذا هختار أداة النكرة إن. تالت أداة نكرة معانا وهي آخر أداة نكرة اللي هي دي، وظيفتها تسبق الاسم الجمع. المهم عندي إن الكلمة تكون جمع، سواء بقى جمع مذكر أو جمع مؤنث. مثال: كلمة إليف. كلمة إليف معناها طلاب أو تلاميذ، هنا جاءت جمع. ليه؟ اللي عرفني إن هي جمع منتهية بإس، إذن تبقى جمع. طيب لو هختار أداة نكرة هختار أداة النكرة دي. تاني محدد معانا les articles définis اللي هي أدوات المعرفة. أدوات المعرفة 4 أدوات، وأول أداة معرفة هنبدأ بيها وهي لو، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن الكلمة تكون مذكرة. مثال: كلمة ليفر معناها كتاب، وهي كلمة مفرد وأيضا مذكر، إذن هتأخذ أداة المعرفة لو، فتصبح لو ليفر ومعناها الكتاب. عايزة أقولك إن أدوات المعرفة ال4 اللي احنا لسه عارفين منهم واحدة دلوقتي ولسه هنعرف مع بعض الباقي معناهم أو ترجمتهم ألف ولام، لذلك أما أنا ترجمت دلوقتي قلت الكتاب. تاني أداة معرفة معانا وهي لا، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المؤنث، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مؤنثة. مثال: كلمة voiture معناها سيارة، وهي كلمة مفردة وأيضا توفر فيها الشرط التاني إن هي كلمة مؤنثة، إذن هختار أداة المعرفة لا، فتصبح la voiture السيارة. تالت أداة معرفة معانا وهي الإلابوستروف، وظيفتها تسبق الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، المهم إن الكلمة تكون مفرد، وتاني شرط إن هي تكون بادئة بحرف متحرك.
مثال كلمة إيلاف معناها طالب أو تلميذ، اتوفر فيها الشرطين. أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي بادئة بحرف متحرك. إذا هأخذ أو هختار أداة المعرفة الأبوستغوف، فتصبح ليلاف الطالب أو التلميذ. وآخر أداة معرفة معانا وهي ليه، وظيفتها تسبق الاسم الجمع، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون جمع، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن هي تكون جمع. مثال برضو كلمة إيلاف، إحنا لسه قايلين معناها طالب أو تلميذ، ولكن هنا جاءت جمع. اللي عرفني إن هي جمع منتهية بإس، إذا هنأخذ أو هنختار أداة المعرفة ليه، فتصبح ترجمتها الطلاب أو التلاميذ. فوق كانت ترجمتها الطالب أو التلميذ، لأن في المثال اللي فوق كانت مفرد، إنما في المثال ده جاءت جمع. إذا في هنا ملحوظة مهمة ويقع أو يخطئ فيها الكثير من الطلاب، وقلتها لكم قبل كده مرتين، إن لو الكلمة عندي مفرد وبادئة بحرف متحرك بأخذ الأبوستغوف، إنما لو الكلمة عندي بادئة بحرف متحرك ولكن جامع بأخذ أو بختار أداة المعرفة ليه. لو وصلت لهنا يبقى أنت مهتم، ما تنساش إنك تضغط لايك وتعمل متابعة للقناة. تالت محدد معانا لزادجكتيف ديمونستراتيف، صفات الإشارة. وأول صفة إشارة معانا وهي سو، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر البادئ بحرف ساكن، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة، تالت شرط إن هي تكون بادئة بحرف ساكن. مثال كلمة جارسون، كلمة جارسون معناها ولد، توفر فيها الثلاث شروط. أول شرط إن هي كلمة مفردة، تاني شرط إن هي كلمة مذكرة، تالت شرط إن هي بادئة بحرف ساكن. إذا هأخذ أو هختار صفة الإشارة سو، فتصبح سو جارسون، هذا الولد، لأن سو ترجمتها هذا. تاني صفة إشارة معانا وهي ست، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر البادئ بحرف متحرك، يعني يشترط عندي إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة، تالت شرط إن هي تكون بادئة بحرف متحرك. مثال كلمة إلاف، كلمة إلاف مفيش في آخرها اس، إذا دي كلمة مفردة. طيب اتوفر فيها الشرط التاني، احنا عارفين ان هي كلمة مذكرة. طيب اتوفر فيها الشرط التالت اللي هو بادئة بحرف متحرك، إذا هأخذ أو هختار صفة الإشارة ست. وبكده نكون عرفنا الفرق بين سو وست، الاتنين بيستخدموا للمفرد المذكر، ولكن سو شرط فيها ان الكلمة تكون بادئة بحرف ساكن، انما ست بيشترط فيها ان الكلمة تكون بادئة بحرف متحرك. تالت صفة إشارة معانا وهي ست، نفس نطق صفة الإشارة اللي قبل كده، ولكن دي وظيفتها ان هي بتسبق الاسم المفرد المؤنث، يعني يشترط عندي ان الكلمة تكون مفرد، تاني شرط ان هي تكون كلمة مؤنثة. مثال كلمة ميزون، كلمة ميزون معناها منزل أو بيت، وهي كلمة مفردة، وأيضا توفر فيها الشرط التاني إن هي كلمة مؤنثة، إذا هنأخذ أو هنختار صفة الإشارة ست. وآخر صفة إشارة معانا وهي سي، وظيفتها تسبق الاسم الجمع، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة تكون جمع. مثال كلمة جارسون، نهايتها أو آخرها اس، إذا دي تكون كلمة جمع، فهنأخذ أو هنختار صفة الإشارة سي. رابع محدد معانا لزادجكتيف بوسيسيف، صفات الملكية. اللي بيحدد لي صفة الملكية المناسبة للجملة هما حاجتين اتنين، أول حاجة الفاعل، تاني حاجة الكلمة اللي بعد النقط. إذا لو الفاعل عندي جو هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة المكتوبين قدامكم على الشاشة، اللي هما مو أو ما أو مي. كده وظيفة الفاعل انتهت، اللي هيحدد لي الكلمة اللي بعد النقط
أنا هأخذ أنهي واحدة من التلاتة. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ ما، لو مفرد مؤنث هأخذ ما، لو جمع هأخذ مي. مثال: كلمة père معناها أب، وهي كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية ما. كلمة mère معناها أم، وهي كلمة مفردة وأيضا مؤنثة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية ما. تالت مثال معانا mes amis صديقاتي، لأن المن والما والمي ترجمتهم ياء. تاني حاجة كلمة أمي جاية جمع، إذا هنأخذ أو هنختار صفة الملكية مي. إنما لو الفاعل عندي الضمير تي هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة: لا تون، لا تا، لا تي. تو بتستخدم للمفرد المذكر، تا بتستخدم للمفرد المؤنث، تي بتستخدم للجمع. مثال: كلمة père معناها أب، وهي كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية ton. إنما كلمة mère ومعناها أم هي كلمة مؤنثة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية ta. آخر مثال معانا tes parents معناها والديك. ليه؟ لأن التون والطا والتي معناهم أو ترجمتهم كيف. تاني حاجة كلمة parents جاية جمع، لذلك اخترت صفة الملكية تي. إنما لو ضمير الفاعل عندي إل أو إل بختار صفة ملكية واحدة من التلاتة: لا سون، لا صا، لا سي. سون بتستخدم للمفرد المذكر، صا بتستخدم للمفرد المؤنث، سي بتستخدم للجمع. مثال: كلمة ليفر معناها كتاب، وتوفر فيها الشرطين ان هي مفرد، تاني شرط ان هي كلمة مذكرة، اذا هنأخذ او هنختار صفة الملكية سون. انما كلمة ميغ زي ما قلنا مفردة ومؤنثة، اذا هنأخذ او هنختار صفة الملكية صا. اخر مثال معانا سيزامي، كلمة امي جاي جمع، لذلك هأخذ أو هختار صفة الملكية سي. إنما لو ضمير الفاعل نو بختار صفة ملكية واحدة من اتنين: لا نوتر، لا نو. نوتر بتستخدم للمفرد سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث، المهم إن الكلمة تكون مفرد. أما النو بتستخدم للجمع سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث، المهم إن الكلمة تكون جمع. مثال: كلمة ميزون كلمة مفردة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية نوتر ومعناها منزلنا، لأن النوتر والنو معناهم أو ترجمتهم نا اللي هي نون ألف. المثال التاني كغيون، كلمة كغيون معناها أقلام، وهنا جاءت جمع. ليه؟ لأنها منتهية بإس، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية نو. لو ضمير الفاعل عندي فو برضو هختار صفة ملكية واحدة من اتنين: لا فوتر، لا فو. طبعا فوتر بتستخدم للمفرد وفو بتستخدم للجمع. كلمة ميزون زي ما قلنا إنها كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية فوتر، ده لو الفاعل عندي فو. المثال التاني كلمة كغيون، احنا لسه قايلين معناها أقلام، تاني حاجة جاي جمع، لذلك هأخذ أو هختار صفة الملكية فو. لو الفاعل عندي الضمير إل أو إل أفيك إس بختار صفة ملكية واحدة من اتنين: لير أو لير أفيك إس. لير بتستخدم للمفرد ولير أفيك إس بتستخدم للجمع. كلمة ميزون خلاص حفظنا إن هي كلمة مفردة وأيضا مذكرة، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية لير. إنما كلمة كغيو اللي هي أقلام جاية جمع، إذا هأخذ أو هختار صفة الملكية لير أفيك إس. الخلاصة إن عشان أختار صفة ملكية مناسبة للجملة ده بيعتمد على حاجتين اتنين: أول حاجة الفاعل، تاني حاجة الكلمة اللي بعد النقط.
لو مثلا عندي ضمير الفاعل جو، هختار صفة ملكية واحدة من التلاتة، لامون، لاما، لامي. اللي بيحدد لي بقى الكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ ما، لو مفرد مؤنث هأخذ ما، لو جمع هأخذ مي. طيب لو ضمير الفاعل عندي إل أو إل، هأخذ صفة ملكية واحدة من التلاتة، لا سون، لا صا، لا سي. طبعا اللي هيحدد لي الكلمة اللي بعد النقط. كده وظيفة الفعل انتهت، هاجي للكلمة اللي بعد النقط. لو الكلمة اللي بعد النقط مفرد مذكر هأخذ سون، لو مفرد مؤنث هأخذ صو، لو جمع هأخذ سي، وهكذا بينطبق على جميع الضمائر. آخر محدد معانا les articles partitifs، أدوات التجزئة. أول أداة تجزئة معانا دو، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المذكر، يعني يشترط إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مذكرة. مثال جو مونج دو بان، معناها أنا أكلت جزء من الخبز، اسمها أدوات تجزئة. تاني حاجة كلمة بان اللي هي خبز مفرد، وتوفر فيها الشرط التاني إن هي كلمة مذكرة، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دي. تاني أداة تجزئة معانا دولا، وظيفتها تسبق الاسم المفرد المؤنث، يعني يشترط إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون كلمة مؤنثة. مثال جو مونج دو لا فيوند، كلمة فيوند مؤنثة ومفرد، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دولا. تالت أداة تجزئة معانا وهي دو إلى بوستغوف، وظيفتها تسبق الاسم المفرد البادئ بحرف متحرك، يعني يشترط إن الكلمة تكون مفرد، تاني شرط إن هي تكون بادئة بحرف متحرك. مثال جو بوا دو لو، معناها أنا شربت جزء من الماء، كلمة أو اللي هي ماء بادئة بحرف متحرك ومفردة، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دو إلى بوستغوف. وآخر أداة تجزئة معانا وهي دي، وظيفتها تسبق الاسم الجمع، سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث. آخر مثال معانا جو مونج دي فغوي، كلمة فغوي اللي هي فواكه جاية جمع، لذلك هأخذ أو هختار أداة التجزئة دي. وبكده نكون شرحنا الخمس محددات اللي هم أدوات النكرة، أدوات المعرفة، صفات الإشارة، صفات الملكية، أدوات التجزئة. الخمس محددات في جيبك، مش ناقص لك حاجة. لو وصلت لهنا ما تنساش إنك تدعمنا بلايك وتعمل متابعة للقناة. سلام.